انت خايف مديون مهموم، بينك وبين زوجك مشكلة، عندك من الهموم التي ضاق بها صدرك، أقسم بالله أن ذكر الله كفيل على أن ينزل الله عليك الطمأنينة، إذا لقيتم فئة إيش؟ فاثبتوا واذكروا الله. عدو أقوى منك وأكثر منك عداة وعدة، ومع ذلك الله يأمرهم هنا بالثبات وكثرة ذكر الله. أنتم تعرفون الفتنة التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كان من جملة ما قال بعض الصحابة، قال ارفعوا على مصاحبكم القرآن، يعني ذكروهم بالقرآن، وقيل بمعنى تذكروا القرآن وارفعوا أصواتكم بالقرآن. اليوم بعضنا يستحي، ولذلك متى يطمئن قلبك؟ بذكر الله. لكن متى يتحقق الاطمئنان الحقيقي؟ بكثرة ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ايش؟ ذكرا كثيرا. خلونا ناخذها بعلم الجينات أو بعلم الخلايا. بقدر ما تكثر من ذكر الله تطمئن النفس، يطمئن القلب، العينين. بل ابن القيم ذكر كلاما حتى جلدك، واستدل رحمه الله تعالى بالرقية على الماء أو رقيتك على الجسد. أحيانا في إنسان مجروح، إنسان عنده مرض، فترقيه بالقرآن فيتأثر. قال تطمئن الخلايا، بمعنى يطمئن الجسد لحما وعظما، ويطمئن الدم، وتطمئن النفس والعين والقلب، الجسد كله يرتاح. لكن أكثروا من ذكر الله. والله جل وعلا أمرك، يعني حتى وانت جالس الآن قال الله جل وعلا واذكر ربك في نفسك ايش؟ تضرعا وخفية.